ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. وحشتوني من اخر فيديو. ده الفيديو التاني لرحلتنا الجميلة في مطروح. طبعا انا ما صورتلكوش بقى الشاطئ ولا اي حاجة، انا صورتلكوا تمشيتنا في البلد الجميلة مطروح وفي شارع اسكندرية. احنا كنا كده في طريقنا شارع اسكندرية، احنا عشان كانت الشقة بعيد شوية فكان الباص بياخدنا لشارع اسكندرية ويسيبنا مدة يعني، وبعدين يرجع ياخدنا تاني، بيبقى في نقطة تجمع لينا والبقية الفوج معانا يعني. فده كان طريقنا لشارع اسكندرية. احنا اجازتنا ما كانتش طويلة، كانت 3 ايام بليلتين. انا ما صورتلكوش اول ليلة جيناها يعني، اما نزلنا مطروح كده بالليل وتمشينا، لان كنا جايين من على سفر صراحة وتعبانين. تاني يوم ده بقى كنا على رواقه بقى، صحينا براحتنا، احنا الشاطئ براحتنا ورجعنا براحتنا، فكان عندي يعني وقت ان انا اصور لكم. اول حاجه عملناها اول ما نزلنا شارع اسكندريه على طول رحنا على بلبن. انا بحبه وبحب حاجته. انا طلبت رز بلبن، المفروض كان بالمكسرات، معرفش هم طلبوا لي بالنوتيلا. وبعد كده هم بقى جابوا اللي هو الكشري ده اللي هو كنافه برز بلبن بالمانجا، برضو كان طعمه حلو قوي صراحة. بلبن حاجته ممتازة. وطبعا بقى كل ما تمشي في مطروح في كل شارع وكل حارة وكل زقاق هتلاقي اللي هي محمصات النصر او المقلة بتاعة النصر موجودة في كل مكان. ومنتجات سيوة بقى اللي هي زي الزيتون وزي المخللات وزيت الزيتون، بصوا، والحنة والعجوة والتمر بأنواعه. يعني المحلات دي منتشرة جدا في مطروح، اللي هي منتجات سيوة زي ما قلت لكم من شويه. وكمان المحمصات او المقله اللي هي بتاعه اللب والسوداني، وخاصه النصر هتلاقيها ماليه مرسى مطروح. ومن ضمن بقى طبعا البروجرام بتاعنا في سهرتنا بقى الجميله في مطروح، رحنا الملاهي. الملاهي دي في شارع اسكندريه على الكورنيش جنب فتح الله. حلوه قوي بصراحه وجميله، فيها العاب حلوه جدا. بس انا بخاف من الالعاب ديت جدا، ولادي ما بيخافوش منها ولا اي حاجه، عشان كده هم ركبوها. انا صورت اللعبه ديت لان هم كانوا راكبينها. بصراحه كنت خايفه وقلقانه عليهم. صورت كده اول اللعبه ما بدات، بعد كده قمت قافله الكاميرا لان كنت قلقانه جدا. يعني تخيلوا اللعبه ارتفعت عن كده وعليت عن كده، احنا كنا واقفين بعيد والله كانت وصلانه. فانا بصراحه كنت قلقانه جدا عليهم وخايفه، وقعدت بفكر لا قدر الله حصل حاجه. انا بخاف من الالعاب دي جدا يعني، بس دايما الولاد قلبهم اجمد مننا، ربنا يحميهم يا رب ويحرسهم. وصراحه الملاهي دي مليانه العاب حلوه جدا، العاب جميله حلوه وشيقه للولاد والكبار والصغيرين كمان. اللي هيروحها يعني هيستمتع جدا جدا. واكتر استمتاعي انا شخصيا بالتمشية في مطروح بالليل اني اطلع على الكورنيش اتمشى، اني اقعد اشرب حاجة، اكل ايس كريم. يعني انا مش بهوى خالص موضوع الملاهي ولا الالعاب ولا الكلام ده خالص. انا بس سيبوني على الكورنيش كده اتامل البحر وجمال الطبيعة واتامل في الناس رايحة جاية. ده بالنسبة لي اكبر متعة يعني. دي برضو كانت من ضمن الالعاب في الملاهي. بصراحة كانوا أجمل 3 أيام وليلتين. يعني احنا روحنا 3 أيام بالليلتين، بصراحة كانوا ممتعين جدا. مطروح ما يتشبعش منها، احنا روحنا بس المدة القليلة دي عشان ظروف شغل بابانا يعني. ما كناش نقدر ناخده أكتر من كده. وطبعا كل ما تعودي بقى كل ما كان أفضل، بتستمتعي أكتر، بس برضو بيعد عليكي أكتر. انتوا عارفين ما بقاش في حاجة رخيصة ولا بقى في حاجة قليلة. بس انتوا لو تعملوا حسابكم من السنة للسنة، مثلا من الشتاء، هتلاقي الموضوع سهل عليكي خالص. ده طبعا جيلاتي العبد طلعنا كلنا منه. بعدين هنا بقى اسواق فتح الله، لو ناقصك حاجة، لو ناقصك جبن، ناقصك معلبات، اي حاجة تتخيلها تلاقيها في فتح الله. يعني بصراحة حلوة قوي. طبعا انا كل شوية ببص وراهم عشان بصور، وهم يلاقوني بصور من هنا ويتنططوا مني من هنا. خلصي امشي هنتأخروا. طبعا كان جه وقت بقى التجمع يعني، ميعاد التجمع بتاعنا عشان الباص يروحنا. خلصي هنتأخروا ومش عارفة ايه. وانا الصراحة التصوير عندي متعة، هم ما كانوش مديني فرصتي. انا لو عليا كنت صورت كل خطوة انا مشيتها.
بس يلا مش مشكلة، ملحوقة بقى ايه المصيف الجاي بإذن الله. بصوا بقى الكورنيش ممتع ازاي. يعني انا كان كفاية عليا اطلع الكورنيش وبس، لان الكورنيش شامل كل حاجة، شامل ايس كريم، شامل عصاير، شامل مطاعم، كافيتريات، ملاهي. بصوا حتى الوشم، رسم الوشم اللي على الايد، اكسسوارات، كل ما تتخيليه هتلاقيه على الكورنيش. اه والله العظيم. شراء طواقي، شراء مايوهات. بصي كل ما تتخيليه. انا الكورنيش عندي ممتع اكتر من التمشية في البلد نفسها بصراحة. يعني بلد ما يتشبعش منها. انا بعشق مطروح جدا. البلد حلوة قوي، وبحب انا اصلا المصيف اللي بيبقى فيه حياة وروح وناس. ما بحبش المصيف اللي هادي ده. يعني في ناس تقولك المصايف في القرى السياحية جميلة واهدى، بحس ان هما مش بيستمتعوا. المتعة الحقيقية في كده اما تنزلي بالليل تلاقي الانوار مالية البلد، تلاقي كل ما تتخيليه موجود في البلد. هو المصيف ما يبقاش غير كده، ان يبقى مليان ناس ومليان حياة ومليان روح كده، ملاهي، كافيتريات، كافيهات، مطاعم، بصوا كل حاجة. انما المصيف الهادي دوت مش بحبه بصراحة. انا بعشق كده، بعشق الزحمة. انا من الناس اللي بحب الزحمة، بحب الناس. يعني في مثل كده بلدي في مجتمعنا من زمان طالع، اللي هو جنة من غير ناس ما تنداس. يعني انت لو قاعدة في جنة ولوحدك فيها هتحسي بغربة، مش هتحسي بمتعة. انما انت بتحسي بجمال الحاجة بالناس، بالصحبة اللي معاكي كده. بس ده خلاص بقى كان طريقنا ومروحين على البيت. طبعا احنا ممكن كنا نقعد اكتر من كده، بس للأسف الشقة كانت محذوفة بعيد شوية. فاحنا كنا بنفضل نرجع في الباص علشان اريح لنا بصراحة. وكمان يعني احنا برضو مش من اهل البلد، فطبعا زي ما بيقولوا كده ايه، الغريب اعمى حتى لو كان بصير. صح ولا لا؟ فكده احسن يعني. حتى من ضمن الحاجات اللي موجودة على الكورنيش ومتعة، بس كانش عندنا وقت بصراحة، ركوب العجل. ولادي كان نفسهم بقى يركبوا بس مكانش عندنا وقت. ده بقى شاطئ مينا حشيش اللي هو ختمنا بيه رحلتنا الجميلة. كان تالت يوم. بس للأسف الموج كان عالي قوي قوي في البحر، وكمان البحر مفتوح. فكان في سحب. يعني بصراحة حذرونا على الشاطئ منه. بصوا بس جميل، بصوا ميته حلوة وصافية، وما فيهاش اي حاجة، وجميلة جدا، لونها حلو قوي. بس بصوا كان موجه عالي، بس احنا استمتعنا بيه برضو. وبرضو نزلنا، بس عارفين اللي هو ايه، بننزل ما بندخلش جوه قوي، ومع ذلك حاسين فعلا ان في سحب وفي تيار جامد. بس هو كان جميل بصراحة. فاحنا ايه، اكتفينا بهذا القدر يعني منه، بما اننا مروحين في نفس اليوم. بس كده ودي كانت بقى رحلتنا الجميلة، اختصرتها لكم على قد ما قدرت، وعلى قد ما قدرت اصور كمان. والحمد لله كانت رحلة جميلة والله، واستمتعنا لانها كانت جاية على شقة، جاية بعد غياب 5 سنين. فالحمد لله يعني انبسطنا والعيال انبسطت. ومهما قعدنا ما يتشبعش من مطروح وجمال مطروح وبحر مطروح وشوارع مطروح. يعني مطروح دي لوحدها عايزة الأجازة كلها يعني. ودي كانت رحلتنا الجميلة ونهاية رحلتنا الجميلة. أتمنى أكون بسطتكم كده معايا، وأشوفكم على خير. ما تنسوش اللايك والاشتراك.